السلام عليكم. طبعا للتدبرات القرآنية نقدر نكتشف معلومات كبيرة ومهمة وأيضا ننطلق منها كقاعدات انطلاق. اليوم موضوعنا هو موضوع الابتلاء. هل الابتلاء موجود بالآخرة؟ يعني المرض، الموت، المصيبة، الشدة، الحاجة للآخرين، هاي كلها ابتلاءات. الله يقول ليبلوكم بالشر والخير، أو أحيانا قد يكون بالخير والشر يبلوكم. هذه الابتلاءات سواء كانت خير أو شر، يعني الخير أحيانا يزيد لك خيرات أموال، والشر أحيانا يزيد لك المصائب. هل هذه تجينا بالآخرة؟ لا، فقط بالدنيا. ليش تجينا بالدنيا؟ تجينا بالدنيا لأنه إحنا في موقع امتحان. يعني هاي الدنيا هي مطية معبار مذ أن الله سبحانه وتعالى أوجدك إلها الولادة حتى الممات. هذه الفترة الزمنية هي اللي يكون بها الابتلاء. لذلك علينا أن نصبر ونتحمل، ويعني نشوف هذا الابتلاء إنه هو زائل. يعني بعد الآخرة يروح الابتلاء، يعني ما يجيك جوع ولا يجيك مرض ولا يجيك قهر ولا يجيك تعب نصب ولا يجيك حاجة للآخرين من الأخوة من الأهل والعشيرة وما إلى ذلك. هاي كلها هناك ما تحتاجها، ولا تحتاج كل شيء هنا بالدنيا اللي هو موضوع للابتلاء. لذلك هناك شيء يقول أخوان على سرر متقابلين، الأب مع ابنه بنفس العمر، كل أجدادك كل أبنائك اللي يجون هناك ويدخلون وياك هناك أخوان. وهاي الخوة اللي يسميها مو خوة هنا مثل ما خوتنا، وإنما خوة الدين، الجامع الدين، لأنه الدين هو الباقي، بينما كل الأمور الدنيوية هي زائلة اللي خاضعة للابتلاء. لذلك حبيت أن أوضح هذه المعلومة. يعني إحنا لما نجي للقرآن ونشوف موضوعة الابتلاء، هل هي موجودة بالآخرة يتحدث عنها؟ لا، فقط بالدنيا. هل إنه الابتلاء كان سابق لموجودنا في السابق؟ لا، ماكو. نحن في عالم آخر قبل خلق السماوات والأرض، عوالم متعددة، ومن ثم جئنا بعد ما خلق السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، ثم اجت الموجودات عاشت على هذه الأرض، ثم الله سبحانه وتعالى كون هذه الموجودات حتى وصل إلى مرحلة آدم وكرم آدم، ونحن أبناء آدم عشنا في هذه المرحلة وفي هذا التكريم. وأيضا هو التكريم فعلا أيضا هو ابتلاء. كذلك هنا يبتلينا الله سبحانه وتعالى لما يرفع يفضل بعضنا على بعض، أيضا ابتلاء. كذلك لما أشوف هذا مسكين وهذا غني، هذا ابتلاء. يعني هذا الغني الله سبحانه وتعالى أنزل عليه الخيرات والتسهيلات والعطاءات، هل إنك تشكر أم إنك هم تحمد الله؟ هل تعرف هذه النعمة؟ هل تعرف أنه الله سبحانه وتعالى ميزك عن غيرك؟ هذا التمييز الله يميزنا، بس إحنا ما يجوز لنا نميز أنفسنا على الآخرين، لأن الله من ميزنا لوضعنا في خانة الابتلاء الدنيوي، ومن ثم كتابة نتائجنا الامتحانية هنا من قبل الكرام الكاتبين، وثم بعد البعث نجدها على شكل أعمال، يعني بناء هذا العمل اللي احنا نأديه، سواء كان تسبيح، تهليل، ذكر، فعل، خير، عمل، جهد، أي شيء تبذله في سبيل الله راح تلقى هناك بناء. أما إذا بذلت في سبيل غير الله، مثلا الكلمات هاي اللي نتحدث بيها، يعني يتحدثون المنافقين مثلا، الملائكة خطية يكتبون الكرام الكاتبين، لكنه هناك الله سبحانه وتعالى يجدها بناء مبنية، لكن تكون حسرة، ويدخلون في يوم الحسرة ويجدون عملهم إنه مبني عمل خير، لكنه الله يزيل عنهم. ليش؟ لأن مو لله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هناك لم يتبقى من أعمالنا الابتدائية فقط العمل اللي هو خالص لله، ويرافقنا على طول مسيرتنا الخلدية هناك في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.